السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده احنا مكملين معاكم في سلسلة المعجنات. النهارده ان شاء الله هنعمل الباتيه بالجبنة. الباتيه بالجبنة ده من غير ما نحط عليه سمنة ولا نحط عليه بيض ولا اي حاجة، كلها حاجات بسيطة وان شاء الله تبقى موجودة عندكم. هنبدأ كده ونقول بسم الله ونجيب اي حاجة عندكم تكون غويطة شوية، كوباية لبن. اللبن ده لبن رايب بس مش رايب قوي. هنحط عليه معلقة الخميرة ومعلقتين السكر ونبدأ ان احنا ندوبهم كويس، نعمل تيست كده للخميرة، نشوفها شغالة كويس ولا ايه. اول ما تعمل معانا فقاقيع فوق كده نعرف ان هي شغالة كويس جدا. هناخد معاها ربع كوباية مية ومعلقتين زيت. محتاجين معلقة زيت قدام معانا شوية، هنقول لكم هنعمل بيها ايه. هندوبهم كويس جدا مع بعض. هنا بقى معانا هننزل بنص كيلو دقيق، نكون نخلينه كويس جدا ويكون دقيق متعدد الاستخدامات. إذا عندكم دقيق الاهرامات وعندكم دقيق ابو الدهب وعندكم انواع كتير حلوة قوي تقدروا تجيبوها، ولو دقيق الغلة بتاعك كويس تقدري ان انت تستخدميه. لو مش كويس ممكن تضيفي نص كمية من دقيق يكون كويس وعرقه كويس مع نص الكمية اللي عندك. اهم حاجة يبقى الدقيق عرقه كويس معانا. كل ما عرقه يبقى كويس كل ما العجينة تبقى طرية وليها قلب من جوه وهشة كده. لو عرقه مش كويس هتفرش معانا زي القرص وتبقى مبلطة كده مش حلوة. فانا هنا رشيت رشة دقيق وهبدأ انزل بالعجينة معاكم، لان هستخدم بقى ايدي علشان العجينة تتعجن كويس وتحسيها بايدك كده وتطرى معانا على طول. اهم حاجة في المخبوزات عجينة كويسة. لما تخدمي العجينة كويس العجينة تبقى مظبوطة معاك. هنا العجينة طبعا كانت طرية جدا. هبدأ ان انا اعجن فيها شوية كده على ما تمسك، وبطبيعي ان العجينة بتاعتنا دي احنا عايزينها مستطرية شوية، ما تبقاش جامدة خالص. لو الدقيق بتاعك عرقه قوي وبيبقى جامد، تبدأي ان انت تبلي ايدك مية كل شوية وتديها كمان عجنة. معايا كوباية كده فيها شوية مية، انا ببدأ احط نقطة على ايدي وببدأ اعجن بيها علشان تديني طراوة كده في العجينة وتلم معايا على طول. انا عايزاها زي ما قلت لكم تبقى طرية شوية. شايفين؟ طرية خالص. هبدأ ان انا اعجن فيها كمان شوية. وقت العجن بياخد مني مثلا ربع ساعة. بفضل اعجن فيها ربع ساعة علشان تديني نعومة وتبقى طرية ولما بنسويها تبقى هشة من جوه كده وطرية. حتى لو بناتلك ان هي طرية وخلاص، طول ما هي بتتقطع منك كده اعرفي ان هي لسه ما اتخدمتش كويس. انا مش مرضتش افصل في الحتة دي عشان اوريكم قد ايه هي طرية. هتجمد وهتبقى كويسة وهوريها لكم دلوقتي. بقت بالشكل ده. معلقة الزيت حطيتها، دهنت بيها البولة اللي انا هحط فيها، وبستريتش راب عندك مش موجود اي كيس نايلون. وهنسيبها تخمر 10 دقايق بس. انا المرة دي مش عايزة العجينة تخمر قوي، هم 10 دقايق بس. هتبلي ايدك زيت وتبدأي ان انت تخرجيها كده، طبعا طرية شوية زي ما قلت لكم هتبقى طرية. انا خرجتها طرية جدا، ناعمة، تحفة. تبارك الله العجينة تحفة. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام علشان ناخد الثواب مع بعض. هبدأ ان انا اقطعها نصين، وهبدأ اني اخد نص منهم واقطعه قطع صغيرة معاكم كده. انا هنا كنت بشوفها هترجع تاني اما بفردها ولا طرية وحلوة هبدأ اشتغل بيها. طلعت تبارك الله كويسة جدا. اخدت حتة كده هغطيها برضو علشان ما تنشفش، لان انا مش عايزة وشه يبقى ناشف من فوق وده مش مستحب خالص في المخبوزات. هبدأ ان انا اغطي وشه كده بقطعة من الاستريتش راب اللي معايا، وابدأ ان انا افرد زي ما احنا شايفين كده. هفرد العجينة تبقى مدورة شوية مطولة شوية على قد ما اقدر. ولو لزقت معاكي تقدري ان انت تشيلي وترشي رشة دقيق. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس علشان اي حاجة انا بنزلها
توصل لكم بأمر الله. معايا معلقتين زيت، انا فكيتهم فكه بسيطه كده على النار، وبدات ان انا ادهن نص العجينه بس من جوه، بلاش الاطراف علشان لما نرولها الاطراف نعرف نلزقها ما تفكش مننا. اي جبنه انت عايزاها، اي جبنه تلاجة، لو عايزه معاها جبنه قريش حط الاتنين مع بعض، ما ينفعش تحط القريش لوحدها عشان هتفقد منك شويه سوائل في الفرن وهتخرز، فتقدري تحطي حاجه معاها. هنا بدات ان انا ارولها كده واقفلها كويس واعملها بالشكل ده علشان تبقى مظبوطه معايا. وباي سكينه عندك بقى، لو عايزه تقطعها بخيط كده تعرفي تقطعها بخيط بسكينه، مفيش اي مشكله. كل قطعه على حجم 3 صوابع من ايدك كده تقيسيهم، وتبداي ان انتي تقطعيها، وتبداي تمسكي اي صينيه مش مدهونه اي ماده دهنيه عادي، وهتحطي فيها الباتيه، ترصيهم وتسيبيهم يخمروا شويه، اهم حاجه تكوني مغطياهم كويس جدا. والقطعه التانية هنبدا نعمل فيها نفس ما عملنا في اللي قبلها، وبرضو نسيبها شوية. مدة التخمير بتاعتهم على بال ما تخلصي الصينية دي وتشغلي الفرن تكون خمرت. تعالى ما اقول لكم على تشغيل الفرن. لو هتعمليها في فرن البوتاجاز طبعا تعليه على اعلى حاجة من تحت ومن الشواية من فوق، وهتحطي الصاج في المكان اللي هو في النص، مش هتحطيه تحت قوي ولا فوق، وسطانيه كده، وهتبداي تحطيه. لو الشوايه بتاعتك ما بتشتغلش مع الفرن تقدري ان انتي في نص الوقت اول ما تحمر من تحت تطفيه وتشغلي من فوق، مفيش اي مشكله. لو الفرن الغاز هوريكم معايا النار بتاعته بتبقى عامله ازاي دلوقتي وهقول لكم. انا هنا خلاص كنت حطيتهم في الصينيه، ودي كانت خمرت، اما بيخمرهم حجمهم بيزداد شويه. هبدا ان انا معاكي هنا معلقه لبن، تبداي ان انت تدهني وش كده المخبوزات بمعلقه اللبن دي. والله مش متوفر عندك معلقه لبن، بمعلقه سكر على شويه ميه بدون اي اضافات، وتبداي ان انت تدعكي. حطيت مع الجبنه من جوه وانا بحشيها شويه زعتر، وحطيت عليها من الوش حبه البركه وبرده شويه زعتر. الزعتر بيخلي طعمها حلو قوي. لو مش متوفر عندكم يبقى جبنه بس، يبقى على الوش سمسم، اي حاجه انتوا بتحبوها. دي النار بتاعه الفرن زي ما قلت لكم، من تحت ومن فوق بنفس الشكل. وانا هنا كنت حطيتها، اول ما بنحطها بتخمر وبتبقى بالشكل ده. بتقعد في الفرن قد ايه؟ اول صاج بياخد معانا من 10 دقايق لربع ساعة، تاني صاج ما بيقعدش اكتر من 10 دقايق، يمكن اقل كمان. كانت معانا بالشكل ده، تبارك الله حلوة قوي. عايزاكم تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وتسلم ايديكم وعينيكم مقدما، وربنا يجعله عام دراسة سعيد علينا وعليكم بأمر الله. هنا خلاص انا كنت خرجتها. باي حاجه عندك كده لو لازقه تبداي ان انت بس زقه بسيطه كده هتفك معاك على طول. انا ما كنتش دهنه الصينيه اي حاجه، وهي بتفك على طول. عايزه اقول لكم طريه جدا وتحفه وشكلها جميل وطعمها تبارك الله. المخبوزات ريحتها في البيت، ربنا يديمها علينا نعمه يا رب العالمين. انا هنا خلاص كنت حطيتها. اول ما تطلعيها من الفرن بس حاولي ان انت تغطيها 10 دقايق كده ولا حاجة، تبدأ بس ترد من الفرن لان بتبقى ناشفة شوية. طرية جدا، هشة من جوه خالص، ليها قلب حلو قوي، مش مكتومة خالص. الجبنة طعمها تحفة وباينة فيها، الجبنة مش مخليها طرية من جوه ولا معجنة. وبكده اكون خلصت الفيديو. سلام عليكم.